ابو حمزه بيسال وبيقول: عزلنا وبعد البلاط حصل تهريب، فطبيعي الرمله هتشرب ميه وهيحصل نشع في الشقه كلها على الحوائط. محمد هارون بيجاوب عليه وبيقول له: صدقني مش هيعرف يجاوب، سيبك من محمد وخلينا مع ابو حمزه. بص يا استاذي الفاضل، فايده العزل انك بتحمي المنشا نفسه من وصول الميه دي للحديد اللي موجود في سقف البلاط، وبتحمي جارك اللي تحتيه، هتضره جامد لو مشطب وصارف ومكلف. دي فايده العزل. طب ايه علاقه النشع او الرطوبه اللي بتظهر في الحوائط بالعزل؟ وعشان تفهم ان ده سبب من ضمن اسباب كتيره، مش ده الاصل ومش ده الاساسي. طيب العزل معمول كويس وتمام وادى دوره مظبوط جدا، وحمايه البلاطه الخرسانيه وكمان حمايه جاره. ممكن برضو يحصل نشع لو المواسير اللي موجوده سربت، عشان كده بنشتغل بخامات معتمده وبنعمل اختبار كبس خراطيم ونطلع شهاده ضمان من الشركه نفسها، والشهاده دي بيكون مدتها 50 سنه طالعه من الشركه نفسها. هل بعد كل ده ممكن يحصل نشع؟ ايوه ممكن يحصل، لان في حاجه خطيره جدا انت مش واخد بالك منها. الرمله اللي تحت البلاط، ما هي لو شربت ميه هتمشي في الشقه كلها وتطلع على الحائط برضه، والرطوبه هتظهر لي عادي جدا. انت مش عايز الرمله اللي موجوده دي يوصل لها اي نقطه ميه، فالحل